السيرة الذاتية. اقرأ النموذج التالي للسيرة الذاتية وأجب عن الأسئلة. باقي زكي يوسف، عبقرية النصر. لم أكن بطلا من طراز الأساطير، ولم أرفع يوما سيفا أو أطلق رصاصة في الميدان، لكنني كنت مهندسا رأيت في الماء سلاحا وفي الفكرة نصرا. اسمي باقي زكي يوسف، جندي في سلاح المهندسين. كانت مهمتي أن أجد حلا لمعضلة ظنها العالم مستحيلة، فاخترت أن أقاتل بالعقل لا بالسلاح، وأن أترك بصمتي على صفحة من أنقى صفحات التاريخ. أكتوبر 1973. ولدت في عام 1931 وتخرجت في كلية الهندسة بجامعة عين شمس قسم الميكانيكا. انتقلت إلى صفوف القوات المسلحة مهندسا، والتحقت بسلاح المهندسين العسكريين. خلال عملي في بناء السد العالي لاحظت كيف يمكن للماء أن يحرك الجبال. عندما بدأنا التحضير لحرب أكتوبر طرحت المعضلة: كيف نخترق الساتر الترابي لخط بارليف؟ وكان ردي بسيطا لكنه حاسما في الماء. اقترحت استخدام مضخات المياه ذات الضغط العالي لفتح ثغرات في الساتر كما كنا نفعل في أسوان. ساد الصمت ثم بدأت التجارب ونجحت. ساد الصمت ثم بدأت التجارب ونجحت. ففي ساعات معدودة تحطم الساتر التربي الذي قيل أنه لا يقهر، ثم لم تعد تحتاج دبابات العبور بل مضخات من ماء. لم نعد نحتاج إلى دبابات العبور بل مضخات من ماء النيل. ولم أكن بكل ذلك أبحث عن تكريم أو شهرة، بل كنت فقط أؤدي واجبي. بقيت فكرتي شاهدا على أن العبقرية لا تحتاج إلى ضوضاء، وأن المعركة لا يحسمها السلاح وحده بل العقول التي تبتكر والمخلصون الذين يؤمنون بوطنهم. أنا باقي زكي يوسف، المهندس الذي جعل من الماء جسرا للكرامة. ما العناصر التي تتكون منها السيرة الذاتية؟ كيف ساعدت التفاصيل الموجودة في السيرة الذاتية في نقل إحساس الكاتب؟ كيف نظمت الفقرة لإظهار التسلسل المنطقي للسيرة الذاتية؟ ما رأيك في عنوان السيرة الذاتية، وهل يؤثر في سمع القارئ؟ اقرأ الخاتمة مرة ثانية ثم اكتب خاتمة أخرى. لكتابة السيرة الذاتية: التخطيط لكتابة السيرة الذاتية عن نفسك، مراعيا مقدمة، موضوع، خاتمة، واختيار مفردات وتعبيرات دقيقة مناسبة. تسلسل منطقي للسيرة الذاتية مع إملاء وخط سليمين بعدد كلمات يتراوح ما بين 130 و 170 كلمة. أفكر في عنوان جذاب للسيرة الذاتية. أفكر فيما ستحتوي عليه مقدمتي لإيضاح موضوع السيرة الذاتية. أكتب الخاتمة التي